السلام عليكم. العالم قاعد يتطور والتكنولوجيا تتطور والناس تتطور، واحنا عايشين في نظام المؤامرة والمراقبة، واللي يتجسسوا علي واللي يبغوني واللي بيقفشوني. سلامات يا جماعة، سلامات. يعني جانا مقطع يحذرنا من فندق في حايل. هذا المقطع شوفوا من اليوم حايل، فندق الجامعة بحايل. طبعا التلفون هذا وين مسلط؟ على الغرفة على طول، على السرير. افتح هنا على طول، شوف الكلام شغال. اليوم فضايح، يقولون انت رايح كثر الفضايح. اللي يستاجروا فندق من اليوم حايل راحت عليهم، على السرير مسلط الكاميرا. طبعا بالتلفون ما شاء الله مكثرين التلفونات. هنا هناك تلفون ما شاء الله مكثرين. هنا واحد تلفون، هنا التلفون اللي معه الكاميرا مسلط على السرير. طبعا غير التلفون هذا واحد، وهذا الثاني نفس الحكاية، الكاميرا مسلط على الجنس. طبعا فندق من اليوم حايل وسط الحرم الجامعي بحايل. كل الغرف الموجودة سواء غرفة أو سويت، تلفونين مدعومات بكاميرا، واحد بالمجلس واحد بالكافي. فندق صورت المقاطع اللي مشوان عشان شهرة، لا والله يشهد علي الله، بس صور عارة رجل ومرته بنفس السرير بعد. هذا اللي استفدناه من الاستثمار الأجنبي، من التطوير. هذا التطوير أي تطوير؟ هذا ملعنة خامس. عموما في كل الأحوال أنا المقطع ما دخل دماغي، وحبيت أبحث وأشوف إيش قصته. كلمة واحدة في المقطع شدتني لما قال يا رايح كتر من الفضايح. اليوم فضايح، يقولون أنت رايح كثر الفضايح. أنا صرت أدور في كل مكان على فندق ميلينيوم اللي فين؟ في حايل. إيش قصة هذا الفندق؟ في مواقع التواصل الاجتماعي دخلت بحث، لقيت انه الفندق هذا اصلا تم افتتاحه قبل 3 شهور، وكان في شخص قاعد يصور هذا الافتتاح، وقبل الافتتاح الفندق هو لسه ما افتتح. عندنا تغطية ان شاء الله انها تعجبكم للفندق الجديد في المدينة الجامعية اللي هو فندق الميلينيوم. الفندق راح يفتتح ان شاء الله بتاريخ 10 مارس، يعني تقريبا بعد 20 يوم. بنوريكم الحين كل تجهيزات الفندق قبل الافتتاح. وكان في شخص مسؤول عن الامن هناك هو اللي واقف معاه وقاعد يفرجوا على الفندق على كل شيء فيه. في من هذا الشخص المسؤول عن الامن. شوفوا اخيرا خلصنا تغطيتنا، وشكرا لمساعد الامن في الفندق استاذ مقبل الشمري، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك، الله يعافيك. هو نفس الشخص اللي طلع مقطع يقول يا جماعه في كاميرات في التليفونات تصور النزلاء. اولا اقسم بالله العلي العظيم اني انا لا اعرف الفندق ولا ادارته ولا ادري عنهم شيء ولا اعرف الشخص ولا ادري عنه اي شيء، لكن من الفيديوهات اللي شفتها موجوده في اليوتيوب ومواقع التواصل اكتشفت انه هذا الشخص اصلا شغال معاهم مع الفندق، والفندق فتح في شهر 3 ميلادي، يعني عندك 3 4 5 3 شهور اللي هي فتره تجربه اي موظف يشتغل في اي مكان. 3 شهور يا يشوفوه كويس ويخلوه معاهم، يا يشوفوه سيء ما ناسبهم ويمشوه. السبب ان هم مشوه راح طلع هذا الكلام او الفضايح هذه حق التليفونات. طب انت وينك من اول؟ فين كنت؟ نائب مدير امن في الفندق، ليش ما تكلمت من اول؟ وينك ساكت 3 شهور؟ برضو حبيت اعرف اكثر عن هذا الجهاز، قريت على اسمه مكتوب سيسكو، ودخلت سويت بحث عن هذا الجهاز اللي طلع في النهايه انه اصلا جهاز ليه تقنيه الفيديو زي سكايب، زي البرامج اللي الموجوده في الجوالات. كاميرا موجوده انت تستخدمها، انت تضغط عليها وتشغل اتصال مرئي، تشوف الشخص سواء كان معاه جوال او نفس الجهاز او حتى لابتوب، تتكلم معاه صوت وصوره. يعني انت اللي تختار هذا الاوبشن، مو هم يصوروك عبر هذا التليفون. Mute the video over here. You can see that we now have video. Your video that we're sending from this phone via this camera, you can actually see the tripod that I'm using to record this video. We can minimize this video if we don't want to look at the video, or we can also change the location of your sending video by pushing this. You can get rid of it, and that's basic voice and video communication on the crosstalk between the phones. But here we can see that our phone screen has changed slightly. I can swap between the calls. I can go back and forth. Or I can hit conference, and that will actually conference and bridge the 2 calls together. Now, what's interesting here is you can see that the videos changed slightly. Now, the videos changed slightly because I'm using the iPhone. شفت كيف يا طيب؟ وضعيتك الان وضعية ايش؟ مزهرية؟ نبيلة؟ طقطيقة؟ ايش بالضبط؟ بعض الناس قد يكون من جهل فيهم، يعني راح اوريكم مقطع الحين هذا يدل انك هو جاهل. شوفوا معي. ريدسون بلو اللي قريب من دبي مول، كاميرا محطوطة تحت الشاشة الجهة المقابلة للسرير. يا ابن الحلال مو كاميرا ريسيفر، فشلتونا. يعني اللي يسوون شيء في الفندق ترسل مقاطعهم، لا ومخفية ومحطوط غرض. يسوون شيء في الفندق ترسل مقاطعهم، انت فين رايح بالضبط ومع مين؟
بلا ذمة ولا أمانة ولا ضمير. ما لومك الجهل يا ابن الحلال. هذا ريسيفر تحطه عارف فين تحطه، يعني الريموت معاك هو في التلفزيون يحطوه هناك عشان بدل ما ياخذ مساحه كبيره من الريسيفرات الكبيره والحيز الكبير، وتغير في القنوات، تحط قناه المجد، قناه القران، تحط الحاجات الدينيه تتفرج عليها قبل ما تنام، يعني الحاجات هذه تغير ترفع الصوت. مو تقول لي كاميرا مين يا ابو كاميرا الله يرحم والدين. الزبده يا جماعه انه الجمجمه دي هذا اللي هنا فوق راسك ده ربنا وجده ليش؟ خلقوا ليش؟ ما خلقوا عبثا، خلقوا عشان تفكر فيه صح. كان كل ما يجيك مقطع يا بابا قبل ما ترسله تتاكد هذا صح ولا لا. تشوف انت ايش قاعد ترسل للناس، انت قاعد تساهم بنشر اشاعه، التقويم هذا عدمني، تساهم بنشر. لا ترسلوا اي حاجه من غير ما تتاكدوا منها، اوكي؟ ما ترسل اي شيء لغير ما تتاكد منه، لانك انت ممكن تساهم بنشر شيء غلط. شكرا.